الأهداف والأسعار والنجاحات والأسفار وقنوات الأخبار. طبعا يا أخواني، كثير من الأخوة والأعزاء عندما استمعوا هذا النصيحة الذي قلنا لهم بفضل الله عز وجل: إذا أردت أن تنجح فركز طول يومك على النجاح، مش إنك تبدأ تحطها. تخيل واحد يعمل دكان مثلا أو مصنع، فيفتح المصنع بعدين يقعد يتابع نشرات الأخبار، وإيش سووا في البلد هذه، وإيش سووا في البلد هذه، وإيش سووا في البلد هذه. أيش من نجاح الذين استمعوا للنصائح وبدأوا بفضل الله عز وجل، خلاص يقوم اليوم يتابع عمله. تخيل واحد عنده مطعم ويبدأ يشغل الشولة ويشغل المطبخ ويشغل كذا ويخليها تشتغل والأكل يحرق وهو يتابع الأخبار. لا، أنت تسبب حريقة لطريقك ولمستقبلك، لأن الله عز وجل جعل لكل نجاح فيه وقت، لابد تبذل من وقت، لابد من جهد. فإذا وقتك خارج هدفك، قل لي كيف بتحقق أملك؟ فما دام بدأت انطلق، لا تتوقف إلا في الراحة. بدأت بصناع برج، بعدين لما تكمل البرج عيش في البرج الجميل هذا، اقعد في البرج الجميل، اختار غرفة. أما لسه بدأت تبني البرج وتعمل يعني بداية الصبة والحديد والشغل والكذا، ثم تترك الحديد والشغل والعمال وتروح تقول أنا برتاح الحين وخلاص حققت العمل. لا، الآن أنت بدأت العمل، استمر في العمل، لأنه بتجد أول شيء العقبات والقصص، وخاصة معنا مع الفكرة، لأنها فرصتنا هي عبارة عن منتج في فكرة. فأصعب شيء أنك تغير الأفكار. أما أنك تبيع، ممكن تقعد في الشارع تبيع بطاط وبيض وتقول حامي وعس، أصحاب البلاد عارفين حامي وعس، أو حبحب على السكين كل يوم مسكين وأنت في الشارع، بيشتروا منك كثير. لكنك تغير فكر إنسان من إنسان عادي إلى قائد لامع فاهم، يغير عقليته، يغير منتجه، يغير أفكاره، يغير حياته، يغير ويشارك في تغيير الآخرين. هذا يشتي جهد كبير. تعرفوا أكبر الأفكار وأجمل الأفكار هي فكرة دين الله عز وجل. فدين الله عز وجل من الذي جاء به؟ خير المرسلين وخير الأنبياء وخير الخلق صلى الله عليه وسلم. كل تغيير أفكار، بدل ما تعبد أعبد، لكن أعبد الحق، ما تعبد الصنم. فغير قادة رعاة الغنم إلى قادة لذلك رجموه، خرجوهم بيته، حاصروا في الشعب اللي يريد يغير أفكارهم. لا، احنا خلاص منسجمين مخزنين قاعدين على ما كان آبانا، خلاص ايش نريد نغير؟ فرجموه. لكن بعدين صلى الله عليه وسلم ضحوا من أجله، لأنه جاء لينقذهم من الظلمات إلى النور. تغيير الأفكار يا أبطال، مشروعكم تغيير الأفكار. ومش معقول تتابع نشرة الأخبار، تابع أخبارك، كيف يغير أفكارهم، كيف يغير أفكاري. ناس الآن يقطعون أيديهم وأرجلهم، وناس يستأصلون كلاهم، وناس كذا، وبسبب أمراض معينة. والله جعل بيديك قد تكون منقذا لهم. منتجات طبيعية، احنا ما نقول أدوية، منتجات طبيعية غيرت كثير من صحة الناس والذي كان عندهم الظروف، وأنت قاعد ما تتعلم كيف تقنع هؤلاء، ما تتعلم. ناس يشتكون الظروف كل يوم وكل عيد، يقول لك ظروفنا صعبة، ظروفنا صعبة، ظروفنا صعبة. طيب متى تنتهي هذه الظروف؟ إذا الظروف تربطك كالخروف، قل لي متى ستتحول إلى بطل وإلى قائد وإلى إنسان مغير الأفكار معروف. لابد أن تركز على عملك لتحقق أملك، لابد أن تكون نموذجا في الالتزام في أعمالك. أما تقول للناس هذا الهدف، أين أنت؟ يروك في مكان آخر، لن يلتزموا معك الناس. لذلك كن نموذجا، كن قائدا، كن قدوة في مجالك. طبعا بعدين خذ لك فترة راحة، لما تجيك رحلات دولية وتنطلق مع الشركة، اعمل لك رحلة دولية وخذ راحة، خذ نفس. لكن لسه بادئ تعمل وتتحرك وتتوكل على الله، تنطلق ثم تقول أنا برتاح بقعد وضيع وقتي. لا، انتبهوا. طيب في سؤال، يعني ما نتابع نشرات الأخبار الهامة لا تابع، لكن جعل لك الوقت وقت معين لمتابعة نشرات الأخبار. لابد تعرف ماذا يدور في العالم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لكن تخيل لو هؤلاء اللي صنعوا الذكاء الاصطناعي، الشركات، قاموا من الصباح بدل ما يهتم في شركته والذكاء الاصطناعي وكيف يوجد أجمل التلفونات، يقوم يتابع نشرات الأخبار والانفجارات ومات فلان وفلانة خرب السيارة حقها. إذن يا أبطال، يا قادة، يا أخيار، كونوا أخيار، كونوا أبرار في مجال عملكم، كونوا متقنين. الإتقان يرضي الرحمن، ونبتغي فيما آتانا الله من علم أو عمل أو فرصة وجه الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.